كده النهارده نعمل مع بعض المحشي بخلطه جباره. هقولك على كل الاسرار اللي تخليه يطلع معاكي روعه احلى من بتاع المحلات، وازاي تكون التسبيكه بتاعتك كده لونها احمر وجميله. وكل اللي يشوف المحشي بتاعك كده يتمنى يعمل ايه زيه. الاول عندنا كده ايه بصلتين حجم كويس، يعني مش صغيرين أوي ولا كبار قوي. وانا هنا بحب استخدم البصل الابيض مع الاحمر، انت ممكن تستخدمي الاحمر بس. تمام، هما بعد ما اتخرطوا تعالى بقى ناخدهم على النار عشان نكمل الخلطه مع بعض. هنيجي كده بقى بحله على النار، نزلنا فيها بالبصل، عليها شويه كده من السمنه على ايه شويه من الزيت. عايزه تستخدمي زيت بس ماشي، بس الافضل يعني انك تستخدمي الاتنين ايه مع بعض. هنسيبها بقى كده ايه تتشوح مع بعضها كده وتدبل البصله. واقولك هنعمل ايه. تعالي بقى نعمل ايه عصير الطماطم. عندنا بقى كده حوالي ده كيلو من الطماطم، انا ضربته ضربتين كده. تعالي بقى اقولك على السر اللي بيخلي ريحه المحشي بقى تجيب معاكي اخر الشارع كده وطعمه يبقى تحفه. عندنا هنا قرن من الفلفل اهو، هو ده حامي، انت ممكن تستخدميه بدل عادي. وعندنا هنا عودين من النعناع، وعندنا هنا ايه فصين من الثوم الني. هنزل فيهم على الطماطم كده هم نيين الاول، هضربهم مع بعض قبل ما احطها على الايه على البصل، وده بيخلي المحشي في حته تانية خالص. جربيه بالطريقه دي كده وقولي لي هيطلع معاكي ايه. ننزل بقى كده بالنعناع بالثوم بالايه بالفلفل. هاخد ده بقى كده اضربه تاني ونرجع لبعض. خلاص كده العصير بقى جاهز معانا. تعالى بقى نشوف البصله اللي على النار كده هل دخلت في التحمير ولا لا، عشان ننزل بيها بالصلصه وعصير الطماطم. خلاص البصله عندنا هو ده اللون اللي احنا عايزينه كده. هننزل عليها بالايه بعصير الطماطم كده. هنديها تقليبه بقى وهنسيبها تتسبك خالص، يعني لما يبقاش فيها اي ميه كده والزيت يبان على الوش كده ان هي ايه اتسبكت. وبعدين ننزل بالبهارات. خلاص اهي قربت تخش في التسبيكه اهي. هننزل عليها كده بكيس من الصلصه، حوالي معلقتين حلوين كده ايه من الصلصه عشان يعزز اللون معانا كده. تمام كده. هنيجي عليها بقى بحوالي معلقه صغيره كده ايه من السكر عشان الصلصه. البهارات عندنا بقى، عندنا هنا معلقه من بهارات المحشي، معلقه من بهارات الفراخ، معلقه من الكزبره، معلقه فلفل اسود، ومعلقه ايه شطه عشان احنا بنحبه حامي. هننزل بالبهارات كلها كده ونديلها ايه تقليبه كده ونسيبها تكمل ايه التسبيكه كده شويه. تعالي بقى ما اقولك هنعمل ايه في الثوم. تعالي بقى كده ايه في الخطوه دي مهمه قوي بتخلي المحشي جميل قوي. تعالي كده براس من الثوم في قلب الهون، وخدي كده شويه ايه من خضره المحشي كده وانزلي بيها في ايه في قلب الهون. هنزل بقى بمعلقه من الملح وهدق الثوم ده ناعم قوي مع الخضره قبل ما انزل فيه ايه في التسبيكه. هنيجي بقى بالثوم كده والخضره وهننزل بيهم على الايه على التسبيكه كده. شمي بقى الريحه كده ودوقي محشي كده وقولي لي هيبقى عامل معاكي ازاي. الكل هيقولك ما كناش محشي بالحلاوه دي. انا عايزاها بقى تتسبك ما يبقاش فيها ميه خالص. شوفي كده بقى لون الصلصه ما شاء الله عامل ازاي تحفه. هنيجي هنا بقى بصينيه وهنيجي هنا برز غسلينه ومنشفينه كويس قوي. هننزل بالرز كده زي ما انت شايفه كده. تمام. هنيجي عليه بقى بالايه بالخضره كده. ده عندنا دي كزبره خضراء وبقدونس وشبت، انا خرطاهم وغسلهم كويس كده. هننزل ايه عليهم بيه كده على الرز كده زي ما انت شايفه ايه كده. بصله كده فرماها نازله عليها بشويه من بهارات الفراخ وشويه من الفلفل الاسود ودعكاها كويس كده. هننزل بيها بقى كده كله ايه على الرز. هنمسك بقى الرز كده ايه نغلفه كويس قوي كله كده صح. وهننزل على الرز ايه بالصلصه كده. خلي بالك بقى لانها ايه سخنه كده. وهنبدا ايه نقلب كله ببعضه كده. هي لسه سخنه طبعا. هنغلف بقى الرز كله في الصلصه وتنزلي بيها وهي سخنه كده على الرز عشان يشربها كده. هتقلبي بقى كله كده. شوفي الجمال، شوفي الخلطه عامله ازاي، شوفي كده، شوفي الجمال والحلاوه ولا الريحه. الله اكبر، اللهم صل على النبي.
جربي كده بالخلطه دي كده وشوفي هتاكلي احلى محشي ولا لا، وهتدعي لي في الكومنتات ولا لا بالطريقه دي. بحله كده هنفرد فيها ورق من الاخضر ده سلقينه كده، وهننزل ايه بصله كده مخرطينها ومعاها قرن فلفل ايه اخضر. لو عندك طماطم ممكن تحطي، لو عايزه تحطي برده جزر في النهايه كده وتحطي اي حاجه بتحطيها. هنفردها بالطريقه دي ايه ونبدا نحشي بقى. هتجيبي بقى الورق كده ان شاء الله، هتقطعي الحته على قد ما انت هتحشي كده. هتحطي كده شويه الرز بالطريقه دي. حاولي يعني ما تخنيهوش قوي عشان يستوي معاكي، تسيبيه كانه فارغ كده. هتبداي تلفي بالطريقه دي كده كده زي ما انت شايفه كده. هوريكي شويه كده عشان ايه اللي ما بيعرفش يلفه يبقى عارف بيتلف ازاي. هتقطعي كده اهو، تاخدي كده شويه من الرز وهتبداي ايه تلفيه كده بالطريقه دي. هنرصه بقى في الحله واخلص الكميه كلها واوريهولك. خلاص كده المحشي لفيناه كله اهو. هناخده على النار بقى ننزل عليه بالشوربه ونسويه. هنيجي بقى دلوقتي كده ايه ونسوي المحشي. هنيجي عندنا كده بالشوربه، هننزل ايه على المحشي كده بسم الله زي ما انت شايفه كده. المحشي الميه هتخليها لحد ايه يا دوبك الصبع اللي فوق ده يكون باين، الميه ما تكونش فوق ولا عنده كده وخلاص، وهيبقى تمام كده. هنعلي عليه بقى لحد ما ياخد غلوتين كده، وبعد ما ياخد غلوتين هنوطي عليه تاني ونسيبه ايه يستوي على براحته كده. خلاص كده بصي الميه كده بتبقى عند اول صبع كده، ما تحطيش ميه ازيد ايه من كده. هتغطي عليه بقى وتعلي لحد ما يستوي، وبعدين تهدي النار عليه خالص كده بقى بطبق كده، وتنزلي عليه ايه كده عشان ما يتفكش وهو بيستوي. تمام كده. خلاص المحشي معانا استوى اهو بقى تمام كده. كده بقى نقدمه بألف هنا زي ما انت شايفه كده. هقدمه بقى اغرفه واوريهولك شكله عامل ازاي. هنيجي بقى كده بالمحشي وهنفضيه قدامكم كده عشان تشوفوه بقى. تمام كده. بصي ما شاء الله عامل ازاي، ما شاء الله تحفه. شوفي الحله من تحت ما شاء الله كده تحفه اهوت. بصي الله اكبر يجنن. لو عجبك الفيديو لايك ومتابعه، بحبكم في الله. ما تنسينيش من دعوه حلوه.